عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. أصدر السيد النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري قراراً باعتماد استكمال تشكيل هيئة مكتب أمانة محافظة أسوان، وذلك بناء على العرض المقدم من السيد الأمين العام اللي هو محمد غازي. وتضمن القرار تعيين السيد مصطفى صبحي محمد عبد الجليل في منصب أمين عام محافظة أسوان، ليكمل بذلك التشكيل الجديد للهيئة بما يعزز من فعالياتها ودورها في تحقيق أهداف الحزب داخل المحافظة ودعم رؤية الحزب في تطوير العمل السياسي والتنمية المجتمعية. حزب التحالف الوطني المصري مستمر في دعم الكوادر القيادية الشابة والطموحة من أجل بناء مستقبل أفضل. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.